مالتكس ده احنا ممكن نقعد نتكلم عليه والكلام مش هيخلص، بس احنا هنحاول نختصر ليه الحكايه دي اصلا بتبقى حلوه، فخلينا نحكي براحتنا. مالتكس هو اختصارا لمالتيبلكسد انفورميشن اند كومبيوتنج سيرفيس. ليه طولت في سيرفيس كده؟ عشان الاسم ده بيوضح طبيعه اصلا مالتكس ده كان ايه. مالتكس كان سيرفيس. الراعي الرسمي لمشروع مالتكس كان مين؟ طبعا الجيش هو اللي كان بيصرف على تطوير مالتكس كان كمبيوتر كامل مكون من هاردوير وسوفت وير. مالتكس ما كانش نظام تشغيل فقط، كان مشروع كبير قوي. مصاريف المشروع السنويه كانت من 3 ل 4 مليون دولار، وخد حوالي 8 سنين على ما طلعت اول نسخه شغاله منه. مالتكس كان بيتبني عشان يغطي اكبر احتياجات ممكنه من الكمبيوتر، سواء كانت حاليه او مستقبليه. متصمم عشان يشتغل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع بدون انقطاع، زي شبكه التليفون والكهرباء بالظبط. بدأ المشروع وبعد سنتين تقريبا من بدايته شركه بيل لابس بدأت تشترك معاهم في تطوير مالتكس. بيل لابس كانت جايه تساعد تحديدا في جزء السوفت وير. وانضمام بيل لابس لمشروع مالتكس يعتبر نقطه محوريه في تاريخ الكمبيوتر كله، وهتعرف ليه من الحكايات اللي هنحكيها. باقي الكورس وكورسات تانية على موقع المنصه تقدر تشترك فيهم وتتعلم اصول المهنه.